انا بجيب لك احسن لبس واحسن اكل ومدخلك احسن مدرسه. كلمه زي كده ممكن يكون احنا سمعناها على فكره من اهالينا، ولكن الحقيقه الكلمه دي كلمه سلبيه جدا وليها تاثير وليها دلالات على حاجات تانية كتير. ولو قلت كلمه زي كده لابنك قبل كده لازم تسمع الفيديو ده. اهلا بيك معانا في فيديو جديد، ومش عايزك تصدق اي كلمه انا بقولها، لكن عايزك تفكر وتقتنع بكل كلمه بقولها. ولو ليك راي مخالف يا ريت تكتبه في التعليقات، هحترمه جدا جدا. انا بجيب لك احسن اكل وبجيب لك احسن لبس ومدخلك احسن مدرسه. الكلمه دي ساعات احنا بنقولها مع اولادنا ساعه الخلاف، يعني لما يكون في بيننا وبين ولادنا كده خلاف او خناقه، فنبتدي بقى نقول له الكلمه دي ونقول له على فكره ده احنا مش مقصرين معاك، ده احنا بنعمل لك احسن حاجه وبنجيب لك احسن حاجه، احترمنا وقدرنا، صح؟ لكن الحقيقه بقى ان الكلمه زي كده ليها دلائل على حاجات كتير كمفهوم عند بابا وماما ناحيه العلاقه ما بينهم وما بين اولادهم. فاول دليل على الكلمه زي كده ان في مفهوم عند بابا وماما ان الدور الاول بالنسبه لك هو انك تسدد الاحتياجات الماديه لابنك او بنتك او زوجتك. تسديد الاحتياجات الماديه اولا. طبعا الحقيقه ان الاحتياجات الماديه دي هي تقريبا بتمثل ما بين 5 ل 10% من الاحتياجات اللي ابنك او زوجتك عايزها منك، لكن الاحتياجات المعنويه حوالي 90% تقريبا من اللي محتاجه ابنك. يعني ممكن حضن من ابنك، كلمه حلوه من ابنك، انك تسمعه، تحترمه، انك تحبه، انك تقول له بحبك، انك تكون سند وامان ليه في يوم المشكله لما تحصل. دي احتياجات مهمه جدا بالنسبه للطفل او الولد او البنت او الزوجه، حتى اكتر بكتير من الاحتياجات الماديه العظيمه اللي انت ممكن تعملها له. والدليل على كده ان ممكن اولادك تسامحك لو ما قدرتش توفر ليهم حاجه معينه ماديه وما يزعلوش منك، بالعكس يحسسوك كمان ان انت ما قصرتش في شيء، لان هم بيحبوك وانت كمان بتوفر لهم كل الاحتياجات المعنويه اللي هم محتاجينها، مش بس الاحتياجات الماديه. كمان دليل تاني على انك قلت الكلمه دي ان للاسف العلاقه الشخصيه ما بينك وبين اولادك للاسف مش حلوه، وهي سطحيه جافه، ما فيهاش اي نوع من الحب قوي. لكن الحقيقه هي علاقه جافه جدا وسطحيه جدا. انت بس بتعتمد على فكره انك توفر لهم الاحتياجات الماديه بس. تيجي تقول لهم الكلمه دي او تقول لهم انا بجيب لكم احسن لبس واحسن اكل، انت كده اكنك بتستعطفهم وبتتساءل ليهم يا ترى انتوا ليه مش بتحترموني وبتقدروني رغم ان انا بعمل لكم حاجات كتير قوي حلوه وبوفر لكم احلى حاجه واجمل حاجه. لكن زي ما قلت لك هم برضو في احتياج للحاجات المعنويه اكتر بكتير من الاحتياجات الماديه. الاتنين مهمين، الاحتياجات الماديه مهمه والاحتياجات المعنويه اهم، وده بنسبه 10% اللي هي الاحتياجات الماديه، اما الاحتياجات المعنويه والنفسيه بنسبه 90% من الاحتياج. والمفاجاه بقى اللي انا عايز اقولها لك انك انت لو كنت بتوفر كل الحاجات الماديه الحلوه لابنك وطلباته مجابه وكل حاجه نفسه فيها انت بتجيبها له، عايز اقول لك انك للاسف بتعلمه الطمع والانانيه ومش هيشبع ابدا. والمفاجاه الاكبر انه لما يكبر هيقول لك انت قصرت معايا يا بابا او قصرتي معايا يا ماما وما عملتوش الحاجه اللي انا كنت نفسي فيها وعايزها، لانه ما قدرش، لانه ما حسش بقيمه الحاجات اللي انت بتعملها له. عشان كده ما تستجبش لابنك في كل الطلبات، لا، ممكن طلب وطلب لا، عشان يحس بقيمه الحاجه اللي عنده. وهو لما يكبر هيشكرك وهيقول لك انا يا بابا مبسوط انك انت عملت معايا حاجات كتير قوي. خلي بالك ان كل الحاجات الحلوه وكل الحاجات السلبيه بتتسجل ليك، ولما هيكبر هيرد ليك كل حاجه سواء ايجابيه او سواء سلبيه. طب انت عايز تقول لنا يعني ان احنا ما نهتمش بقى بالامور الماديه ونقعد بقى مهتمين بالامور المعنويه بس؟ طب انا مش فاضي، طب انا عندي شغل، طب انا عندي ورايا حاجات كتير قوي. انا بقول لك تاني، الاحتياجات الماديه مهمه جدا، لكن الاهم برضو هي الاحتياجات المعنويه، وهي بتشكل 90% من اللي عايزه منك ابنك. فاهتم بالاتنين، واهتم بالحاجات المعنويه والنفسيه اكتر بكتير. وصدقني اوعى تقول كلمه زي كده لابنك مهما كان، لان زي ما قلت لك لما هيكبر هيحس وهيشكرك وهيرد لك كل اللي انت عملته ده، مش مجرد ديون عليه لكن بحب وبحنان. طب انا اقول لابني ايه بقى؟ انا عايز برضو ابني يحس ان انا بتعب عشانه وبعمل حاجات حلوه كتير علشانه. قول له كده، قول له يا ابني انا بحبك وبحاول اعمل كل اللي اقدر عليه علشانك، ولو كنت اقدر اعمل كده هعمل. اديله حضن، اسمعه، احترمه، هذبه، وحن عليه وما تكونش قاسي عليه، علشان كل ده يرجع لك لما تكبر هيكون حنين عليك وبيحبك ومش هيقسى عليك، وهيرد لك كل شيء مش بس مجرد ديون عليه لكن بحب وبحنان، وجايز اكتر بكتير من اللي انت عملته. وساعتها هيشكرك من كل قلبه
وهيقول لك انت عمرك يا بابا او ماما قلت لنا انا بعمل وبعمل وبعمل علشانك، دايما كنت بتعمل من غير ما تتكلم. وساعتها يحبوك اكتر ويحترموك اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير، تعمل لايك، تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان نقدر نوصل لعدد اكبر، وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا انك تساعدنا فيه علشان الرساله توصل. شكرا جدا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي.